بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مبلغهم من العلم. ذلك مبلغهم من العلم. هذه شطر الآية المبارك يتحدث عن الكافرين أو أصحاب المنفعة الدنيوية فقط، الذين يريدون الحياة الدنيا دون الآخرة. طبعا هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا دون الآخرة، هؤلاء هذا مبلغهم من العلم، يعني هذا نقطة نهاية علمهم. يعني بعض الناس يقول لك أنا أريد أن أكل وألبس وهذه هي، لا تقول لي بناء مجتمع ولا دفاع عن وطن ولا نبني دولة ولا نبني مجتمع ولا نبني شعب مثقف وواعي. لا، قل لك أنا أريد أن أكل، أريد الحياة الدنيا، ألبس، أقضي غرائزي الدنيوية ويكفي. القرآن الكريم يصفهم، يقول ذلك مبلغهم من العلم، يعني هذه درجة الكفاية التي لديهم. هؤلاء رضوا بأن تكون الحياة الدنيا هي ملاذهم، لكن احنا يوم نرجع إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونرجع إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، وإلى علمائنا الأعلام، وإلى مفكرين وآبائنا وأجدادنا، ونرجع إلى أساتذتنا في الكليات والجامعات، ما علمونا هذا الشيء. علمونا بأن الإنسان قيمة عليا في المجتمع، وأن الوطن والدولة قيمة عليا في المجتمع. الإنسان يحيا كي يبني وطنه، والإنسان يحيا ويعيش كي يفضل القيم الفاضلة على نفسه. اليوم بعض الناس يقول لك أنا يا خطاب، يا قيمة عليا، أنا أريد أن أكل وأشرب. لا، هذا خطأ. يجب أن نبحث عن المجد والخلود لوطننا العزيز كي يرحمنا الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا أريد أن يرتحم أما دفاعا عن دينه أو دفاعا عن وطنه أو دفاعا عن عرضه. الإنسان إذا جاهد لأجل هذه الثلاث رحم في الحياة الدنيا ورحم في الآخرة. فإذا نحن يجب أن نعدل خطابنا، يجب أن نفكر في كل خطوة نخطوها بأن الإنسان مطالب بأن يدافع عن وطنه، مطالب بأن يحافظ على نظافة بلاده، على نظافة منطقته. كل إنسان، كل واحد ومنطقته، يحافظ على نظافة الشارع الذي هو فيه. لماذا؟ كي يبني ويساهم في بناء الدولة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، دولة العدل الإلهية التي تضمن للإنسان حقوقه وعدالته في هذه الدنيا. وبعد ويوم يمضي إلى الله تعالى يمضي بوجه أبيض وقد رضي الله تعالى عنه. إذن القرآن الكريم هذا نقد للكفار، يقول ذلك مبلغهم من العلم، هذا نقد للكفار، نقد لحالة التفكير غير الإيجابي التي هو عليها الكافر في حياته الدنيا. نعوذ بالله تعالى من الكفر والإلحاد، ونعوذ بالله تعالى من كفر الكافرين، ونسأل الله التوفيق لشبابنا وأهلنا جميعا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.